هذا العمل المتواضع هو إهداء لمشجع الأهلي طرابلس العريق السيد عبد الباسط محمد، وإلى كل عشاق القلعة الأهلوية الطرابلسية، إحدى أكبر قلاع كرة القدم العربية، يكن بياو أنور. أصله ومنبته ذو نسبتين غانية وتغولية، وقد حمل لواء بلاده التوغو في المحافل الدولية. قد بلغ من العمر 27 حولا. قامته تبلغ قدرها متر و76 جزءا من المئة. قيمته في سوق الانتقالات تقدر ب1,200,000 يورو. مسيرته تقسم إلى 3 مراحل رئيسية، كل مرحلة تكشف عن بعد مختلف. فالمرحلة الأولى بعد فترة تكوين قضاها بين نادي بيتشيم يونايتد الغاني وفويلا برادا الإسباني، كانت انطلاقته الحقيقية مع نادي أشناتي جولد الغاني، وفي موسمه الثاني معهم توج بهداف الدوري الغاني، وقد فعل ذلك وهو يشغل بشكل أساسي مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر، حيث لعب 30 مباراة سجل خلالها 22 هدفا بمعدل هدف كل 112 دقيقة. لتأتي المرحلة الثانية، فبدون الحاجة إلى كشافين أي باحثين عن المواهب وبالآليات البسيطة يمكن العثور عليه، فقد أنهى الموسم وهو هداف للدوري، ما جعل الإسماعيلي المصري يتعاقد معه وبمقابل زهيد جدا بلغ 196 ألف يورو. وبعد موسم أول جيد انفجر في موسمه الثاني، حيث لعب 29 مباراة أحرز فيها 11 هدفا وصنع 7 أهداف، ما جعل نادي الإسماعيلي يحقق استثمارا ممتازا ببيعه لنادي بنك الأهلي بقيمة قاربت 744 ألف يورو. ومع بنك الأهلي واصل انفجاره في موسمه الأول هناك، والغريب في الأمر 3 مواسم بمصر للاعب جناح تم توظيفه في أماكن غريبة كلاعب ارتكاز، بل حتى وصل بهم الأمر بتوظيفه في قلب الدفاع. لا يهمني إذ كانت حالات طارئة، ما يهمني أنها حصلت. فهذه هي عجائب وغرائب الكرة المصرية. وفي مرحلته الثالثة بداية هذا الموسم، ورغم أدائه الممتاز بالموسم الماضي، بدأ اللاعب يفقد مركزه الأساسي، فبعد مرور 8 جولات لعب 4 منها أساسي، وقد تم استبداله في 3 مباريات من تلك ال4. أما عن ال4 الأخريات فقد لعب بهم كاحتياطي، ما يعني أن اللاعب تم تحويله من أساسي بالموسم الماضي إلى لاعب تدوير بالموسم الحالي، ويتميز بجودة إنهاء وتهديد على المرمى، بقدرته على التسديد بقدمه اليمنى معتمدا على أسلوب التسديد المقوس، ويمتلك قوة انفجارية وسرعة ممتازة، بالإضافة إلى رشاقة ومرونة حركية فائقة يستخدمها ببراعة للمرور من المدافعين، ويستغل سرعته ومرونته للانطلاق من خلف خط الدفاع، فهو ممتاز في استقبال الكرات العمودية الطويلة. ويندرج اللاعب تحت فئة المهاجم الصانع الذي لا يتردد في صناعة أهداف لزملائه حتى لو كان قادرا على تسجيلها. أسلوب لعبه يجمع بين السرعة الانفجارية للنيجيري أحمد موسى والمهارة في المراوغة التي يتميز بها الفرنسي موسى ديابي. هو ذكي جدا حيث يبرمج نفسه تلقائيا حسب المركز الذي يشغله، كجناح أيمن يتحول إلى صانع لعب، وكجناح أيسر يتحول إلى هداف، فهو يعرف أن قدمه اليسرى هي نقطة ضعفه. وبخصوص توصيتي النهائية سين، هل يعتبر اللاعب ياو أنور بديلا مناسبا لصفقة اللاعب أوتو جون جيم؟ لا، فتحليل المقارنة للملفين يوضح أننا أمام نوعين مختلفين من اللاعبين. فياو أنور يتفوق في اللعب الجماعي وصناعة الفرص، إلا أن أوتو جون يتفوق عليه في كل الجوانب الأخرى التي يبحث عنها الفريق حاليا، كالكرات الهوائية والقوة البدنية، بل حتى أنه يتفوق عليه في السرعة، وهي أهم مزايا ياو أنور. ومن منظوري
الشخصي إن ناديا بحجم الأهلي طرابلس العريق وجماهيره طاغية أكبر من أن يتم إرضاؤها بصفقة بديلة، فيجب على الإدارة الحكيمة أن تبحث عن صفقات يحتاجها الجهاز الفني لبناء منظومته، لا صفقات لتهدئة خواطر الجماهير. فجماهير الأهلي طرابلس والكرة الليبية عامة هم يفقهون بالكرة ربما أكثر حتى من الإدارات الرياضية الليبية، فلن تستطيع إقناعهم بسهولة أن ناديا قبل أسبوع كان يبحث عن ملف مهاجم بمواصفات أوتو جون يبحث اليوم عن مهاجم بمواصفات ياو أنور طلبا من الطاقم الفني، فهذا تناقض تام، فكل لاعب يمثل ملفا مختلف. سين، هل السعر الذي طلبه نادي البنك الأهلي المصري وهو 2,200,000 يورو منطقي؟ جيم، لا، السعر غير منطقي على الإطلاق، وهو يمثل تقييما متضاربا وليس تقييما مبنيا على الواقع، فوضع اللاعب حاليا في مرحلة بدء فقدان مكانه الأساسي وأصبح لاعبا في منظومة التدوير، وقد تم شراؤه قبل عام تقريبا بقيمة 744 ألف يورو، طلب 3 أضعاف هذا المبلغ هو محاولة لتعظيم ربح بشكل مبالغ به يصل حتى إلى غباء إدارتهم، فهم يعتقدون أن طلب مبلغ يفوق القيمة السوقية بمليون يورو هو تكتيك تفاوضي مبدئي يجبر الأهلي طرابلس في العرض المضاد إلى تحديد قيمة تظل في السقف العالي. فحتى إذ رجعنا إلى الحسابات والرياضيات كي نصل إلى قيمة اللاعب الحقيقية، يجب على الأهلي طرابلس العريق تخفيض القيمة بنسبة 45.5%، وهذا التخفيض غير منطقي تماما، مما يعني أن سعره الأول قد فاق الخيال. وسأذكر شيئا تجبرني مهنيتي ووطنيتي على ذكره، فأنا وأنتم والأهلي طرابلس كيان واحد تحت غطاء دولة ليبيا. إن ناديا بحجم الأهلي طرابلس لا يجب أن يقع في نفس الفخ الذي وقع فيه مانشستر يونايتد في صفقة الحارس أونانا الشهيرة، والتي ضحك فيها الإنتر على إدارات مانشستر بسبب غرائز مدرب طالب بأونانا لتتم الصفقة بقيمة لم يكن لإدارة الإنتر أن تتوقعها، ولتصبح أشهر صفقة في عالم الصفقات للشهوات الإدارية الرياضية عالميا. وإن للأهلي طرابلس رجالا لن يسمحوا بأن تكون صفقة ياو أنور هي النسخة الإفريقية من صفقة أونانا العالمية، والتي خرج رئيس الإنتر بعد إتمامها للإعلام قائلا أنه كان يمزح عندما طلب القيمة من مانشستر يونايتد، ولكنه فوجئ بقبولها بل برقم أعلى من ذلك. وختاما مني، أنا متأكد من أن إدارة نادي الأهلي طرابلس العريق ستعرف مجاراة إدارة نادي بنك الأهلي المصري في المراسلات الرسمية، فهم يملكون الذكاء لفعل ذلك وإنهاء مهزلة الاستهزاء بالأندية الليبية. كنت معكم أنا الكابتن حمزة عمران، محلل أداء معتمد من إسبانيا وكرواتيا، ومدرب معتمد من الاتحاد الأفريقي والليبي والتونسي. دمتم في حفظ الله.